عاش منعزل وموته لغز لعند دلوقتي. بطش بكل معارضيه، وفي عهده تراجعت مصر في كل المجالات. حاكم غريب الأطوار والطبائع. كلامنا النهارده عن عباس باشا الأول أو عباس حلمي الأول. اتولد عباس حلمي ابن توصل باشا ابن محمد علي باشا في يونيو عام 1813 في جدة بالمملكة العربية السعودية. كان بيعده جده محمد علي باشا عشان يتولى الحكم، لأنه الأكبر سنا بعد عمه إبراهيم باشا. عشان كده ولاه بعض المناصب الإدارية المهمة في مصر، لكن فشل فيها بسبب قسوته وبطشه مع الناس. خدوا عمه إبراهيم باشا في حملته على الشام، برضه فشل بنفس السبب. بعد إخفاقات عباس قرر إنه يرجع يعيش في جدة بالسعودية. فضل عايش فيها لحد لما جه خبر وفاة عمه إبراهيم باشا. كان لازم يجي القاهرة عشان يتولى حكم مصر. تولى عباس حكم مصر في 24 نوفمبر سنة 1848. بدأت سياسته تختلف تماما عن سياسة عمه إبراهيم باشا وجده محمد علي باشا، وتراجعت مصر زي ما قلت لكم في كل المجالات، خاصة النمو الاقتصادي والقوة السياسية. بدأ يستغني عن كل الخبرات والعلوم. حكم مصر حوالي 5 سنين ونص، وغلبت عليه صفات سوء الظن بالناس، خاصة الأسرة العلوية. بدأ يعيش المنعزل داخل جدران قصوره، وبنى معظم قصوره بعيدة عن العمران في المناطق الصحراوية، زي ما بنى قصره في صحراء الريدانية اللي اسمها دلوقتي على اسمه العباسية. ورغم كل ده في بعض المراجع التاريخية بتأكد إن عهده كان عهد أمان جدا، لأنه مسك بإيد من حديد البلد وضرب على كل الأشقياء والبلطجية، ومصر بقت آمنة جدا في عهده. وإنه في عام 1852 بدأ يمد خطوط السكك الحديدية في مصر، بدأها من القاهرة الإسكندرية والقاهرة للسويس، وإنه وضع حجر أساس مسجد السيدة زينب. وفي النهاية قتل عباس حلمي الأول في قصره ببنها ضمن مؤامرة من مؤامرات القصور. بعض المؤرخين بيقولوا إن سبب قتله كان الصراع مع الباب العالي في الأستان، أو بسبب التدخل الأجنبي في مصر رغم انحيازه للإنجليز على حساب فرنسا، أو إنه بسبب إنه كان عاوز يولي ابنه حكم مصر بعده. بعض الروايات التاريخية بتقول إن اللي قتلوه بعض مماليكه اللي كان سخط عليهم وحبسهم، وبعد الشفاعة عليهم بدأ إن هو يخرجهم ويعفي عنهم، لكن تظاهروا إن هم جايين يشكروه وراحوا على قصر في بنها، وبالاتفاق مع بعض المماليك موجودين داخل القصر خلصوا عليه. في رواية تانية بتقول إن اللي قتلته عمته نازلي هانم، ودي كانت سابت مصر بسبب بطش عباس حلمي ليها وهربت للأستانة. كانت عارفة إن هو بيحب المماليك الجمال اللي شكلهم حلو، عشان كده بعتت ليه مملوكين، وبدأ إن هو وكيل الباشا يشتريهم ودخلوا في خدمته. في الآخر خططوا وقتلوه. في رواية تانية ضعيفة بتقول إن سبب وفاته إنه أصيب في آخر أيامه بالصرع، وإن مرض الصرع هو كان سبب وفاته. ورغم تعدد الروايات إلا إنه في النهاية توفى أو اتقتل في 14 يوليو سنة 1854. واتكتب خبر وفاته بعدة أيام. انتقل جثته من قصره في بنها إلى قصره في العباسية، واتدفن في مقابر الأسرة العلوية الموجودة دلوقتي في الإمام الشافعي بالقاهرة. يا ترى أنت إيه رأيك بقى؟ عباس حلمي الأول ظالم ولا مظلوم؟